السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درجات حرارة فاقت المعدل الشهري تقريبا على جل المناطق الشمالية حتى خلال يوم الغد على الواجهة الغربية، لكن خلال الصباح الباكر سحب سفلى مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الشمالية ليتحسن طقس فاسحا لأجواء مشمسة، أجواء ربيعية تقريبا على كل أرجاء الوطن. عدد سحب ركامية ستنتشر أواخر النهار على أقصى الجنوب، مرتفعات الوقار والتصليم مع زوابع رملية ستنشط على الحدود المالية الجزائرية. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد 7 درجات فقط على السعيدة، 12 درجة وهذا على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية، 15 درجة على ولاية بشار، 17 درجة على تندوف كذلك بسكرة المغير وتقرت، 25 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض التراجع على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، لكن تبقى دائما مرتفعة على الواجهة الغربية مع 28 درجة على تلمسان، 27 درجة على معسكر وغليزان، 26 درجة على وهران، 23 درجة على العاصمة، 24 درجة على تيزي وزو البويرة كذلك باتنا والسواحل الشرقية. مقاييس ما بين 30 درجة لغاية 31 درجة على الخط الرابط ما بين بشار، غرداية، بسكرة، حاسم سعود، ورقلة، إليزي، جانات وتمنرست، 39 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح ضعيفة بينما مضطرب محليا على الواجهة الشرقية، رياح معتدلة ضمن تيارات غربية تماما تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. بعض الأمطار خلال يوم الغد ستخص مكسيكو كذلك فانكوفر وواشنطن، أجواء متقلبة على باقي العواصم عدا ميامي أجواء مشمسة مع 29 درجة. غروب الشمس لنهار الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:52 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان.